أهلا بكم. 8 في 3 هكذا نود أن نظهر إليكم ونلتقيكم في اليوم العالمي للمعلم من خلال حوارات ناضجة نستقرئ من خلالها رحلة المتميزين ومحطاتهم المختلفة وصولا إلى منطقة التميز، حيث الحوارات الناضجة تفتح آفاقا شاسعة للاستقراء وتتيح مساحات واسعة للمعرفة وصولا إلى تأكيد المواهب وتعزيزها. رحلة الوصول إلى التميز من شخص إلى آخر هذا أمر طبيعي أستاذ عبد الله، ولذلك احنا نقول انه المشترك بين كل المتميزين هي القيم الحاكمة للتميز. ما هي أبرز 3 قيم تمثلها الأستاذ عبد الله في رحلته إلى التميز؟ أما بالنسبة للقيمة الأولى فهي أنا أشوف أن قيمة لا بد أن تكون عند جميع المعلمين والمعلمات، هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، واحتساب الأجر في كل شيء يقوله المعلم والمعلمة. أيضا التنافس الشريف، يعني لا بد أن يكون التنافس شريف بين جميع الطلاب، ولا نركز على طالب بعينه بالعكس، أو طلاب بأعينهم، بالعكس نترك المجال لجميع الطلاب يشاركون في هذا التنافس معنا. المعاملة الحسنة، وهذه مهمة بالنسبة للصف الأولية، يعني الصف الأول لابد أن تكون قريب من هذا الطالب حتى يستقبل منك أي معلومة تريد نقلها إليه. وفي مقولة يقال أن معلم أو طلاب الصف الأول إذا أحبك فعلمه ما شئت. فإحنا دائما نسعى في هذه القيمة إلى أننا نتقرب إلى الطالب، حتى في الأسبوع التمهيدي والأسبوع الثاني والثالث دائما يكون عندنا، يعني ما نبدأ بجدية حتى نكون قريبين من الطلاب قدر المستطاع. كثير من المعلمين خلال خبراتي الشخصية خلال مزاملة المعلمين حتى وأنا طالب، يمكن أكثر سؤال يتردد على أذهان المعلمين: كيف أصبح معلما متميزا؟ أبرز 3 صفات أو ممارسات تجعل مني معلما متميزا. فأول صفة لابد أن يكون متمكن من المادة العلمية. التمكن دائما في المادة العلمية يجعل المعلم متميزا، وهذه حتى تنعكس أيضا أثرها على الطلاب، والطلاب أيضا يعرفون من هو المعلم المتمكن من محتواه ومادته العلمية من غير المتمكن. قريب يكون دائما من الطلاب، يتعرف على مشكلاتهم، حالاتهم الاجتماعية، حالاتهم الصحية. أيضا ينوع في الطرق والأساليب، ما يركز على استراتيجية واحدة أو أسلوب معين من بداية السنة إلى نهايتها، بالعكس يستخدم وينوع كثير من الاستراتيجيات، وتكون الاستراتيجيات مناسبة للفئة التي يدرسها. يعني أحيانا يكون في استراتيجية للصف السادس، الصف الرابع، الصف الخامس، لا تناسب طلاب الصف الأول الابتدائي. أيضا من ضمن الصفات يشترك الطلاب داخل الحصة الدراسية، يعني يحاول أن يكون الطلاب مشتركين معه في العملية التعليمية، لا يركز على طلاب معينين. وأحيانا ومن الأستاذ عبد الله خميس كمعلم خبير يعطيني أبرز 3 ممارسات تمثل عامل حسم في إدارة صفية جيدة، وأبرز 3 ممارسات تشكل هدما حقيقيا للإدارة الصفية الناجحة داخل الصف. بالنسبة للإدارة الصفية، بداية تكون من التهيئة الصفية. لا بد أن يكون المعلم مهيئا الجو للطلاب من ناحية الوسائل، من ناحية الاستراتيجيات، من ناحية التخطيط الذهني داخل الحصة. ثانيا ترتيب وتوزيع الطلاب يعني حسب مستوياتهم. أحيانا بعض الطلاب أو حالاتهم الصحية، في بعض الطلاب يعني عنده النظر قليل، فبالتالي يكون في المقدمة، سمعه قليل أيضا يكون أيضا في المقدمة. تقديم الحوافز، وليس شرطا أن تكون حوافز مادية، بالعكس تكون حوافز معنوية. نقطة نهاية كل حصة، نجمة نهاية كل حصة، نجمع هذه النجوم، ثم في نهاية اليوم أو في نهاية الأسبوع نبدأ تكريم هؤلاء الطلاب المتميزين. تقسيم الحصة وتنويعها بين الشرح وأوراق العمل، يعني ما تكون شرح ممل، ولا تكون كلها جميع الحصة كتابة، حتى أيضا لا نتعب ونثقل على الطلاب. مثل التعلم الذاتي سمة من سمات الناجحين، وصفة
خصيصة يتمتع بها الناجح في أي مجال، وهي للمعلمين أكثر تأكيدا. 3 مواقع أو صفحات أو تطبيقات يحرص عليها الأستاذ عبد الله خميس والتي ساهمت في تكوين شخصيته كمعلم متميز. بالنسبة لي أنا المواقع التي دائما أحرص على الاطلاع عليها عبر منصة التليجرام، منها قناة الأستاذ أحمد حسن، وهو معلم معنا أيضا في تعليم المخوة، نلقي إليه التحية في هذا الصباح. وأيضا شروحات الأستاذ إبراهيم الشمري، أيضا من أي إدارة؟ من تعليم القصيم. نلقي إليه التحية وللزملاء في تعليم القصيم أيضا. وأيضا الأستاذ إبراهيم الطريس عبر منصة تويتر أيضا من تعليم القصيم. هذه دائما من أكثر المطلعين عليها خصوصا في الصف الأول ابتدائي. كما أنتهز الفرصة أن يعني أقدم أنا قناتي التعليمية للصف الأول الابتدائي في منصة التليجرام باسم قناة الأستاذ عبد الله خميس الغامدي، يعني كانت مختصة بالصف الأول، الآن توسعنا فيها أصبحت للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي. من خلال هذا الحديث نشير إلى أن هذه القنوات سنتيح روابطها وعناوينها من خلال مخرجنا الأستاذ أحمد غانم، إن شاء الله ستكون على الشاشة الرئيسة للإفادة منها ولكي تصل إلى أكبر قدر من الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات. هذا الحديث يقودني إلى تأثير القدوات. مؤكد أن القدوات يصنعون حياتنا ويأثرون في حياتنا بشكل عميق. أبرز 3 قدوات أثروا بشكل متعمق في حياة الأستاذ عبد الله خميس خلال رحلة التميز، وشكلوا ما يعرف بخارطة الطريق للوصول إلى محطات التميز المتتابعة للأستاذ. بالنسبة للقدوة الأولى وهو المساند لي بعد الله سبحانه وتعالى والذي يقف خلف كل إنجاز أقوم به في هذه الحياة، وكان معلم لي سابقا في مرحلة من مراحل التعليم هو الوالد حفظه الله. القدوة الأخرى الأستاذ إبراهيم الشمري، طبعا هذا لم ألتقي به شخصيا وإنما يعني جمعتنا به أيام أزمة كورونا عبر منصة التليجرام، وكان بيني وبينه تواصل في أعمال للصف الأول الابتدائي. أيضا الأستاذ أحمد حسن من أشد المعجبين به والمتابعين به، وهو من تعليمنا تعليم المخوة في الصف الأول الابتدائي. هي خاصة للأستاذ خميس عبد الهادي، وهو معلم قدير وأستاذ أجيال ورجل مرحلة، له التحايا. أستاذ عبد الله، لا يمكن لنا أن نتخيل معلما متميزا دون أن يكون له مبادراته الخاصة، تجاربه الإثرائية التي شكلت علامة من أو في مسيرته نحو التميز. أبغى منك أبرز 3 تجارب شخصية أو مبادرات تبنيتها ومثلت علامة ومنهج وخارطة الطريق لك، وشكلت أيقونة دالة على الأستاذ عبد الله خميس، وما زلت تستخدمها منذ البدايات الأولى حتى هذه اللحظة. بالنسبة للتجارب الشخصية والمبادرات التي يعني قمت بتنفيذها داخل المدرسة، تجربة مفاتيح القراءة والكتابة، وهي خطة أصلا علاجية للصف الثاني وأعلى. طبعا كان هناك إشكالية عندنا في بعض الطلاب في القراءة والكتابة، مما أدى إلى تصميم هذه الحقيبة بداية من الحروف ونهاية بقراءة الجمل، وتم تطبيقها على طلاب الصف الثاني وأعلى والصف الثاني والثالث ابتدائي في مدرسة الشيخ عبد العزيز بن باز، وحققت صراحة نجاح باهر فيها، والحمد لله يعني عالجنا أكثر من 10 إلى 12 طالب تقريبا. من ضمن المبادرات والتي لا زلنا إلى الآن ننفذها في الصف الأول الابتدائي الخطاط الصغير. دائما احنا يعني نركز قدر المستطاع على مسكة القلم بالطريقة الصحيحة، على الكتابة الحرف بطريقة صحيحة، الحروف التي على السطر التي تنزل عن السطر، والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من بداية كتابة الحروف إلى نهاية كتابة الجمل أو الأسطر فيكون لها تكريم خاص، والحمد لله يعني ما شاء الله عندنا طلاب صراحة تميزوا في هذا المجال. في تجربة شخصية هي ثالثة، أنت المعلم الأول، وهي خاصة بولي الأمر، إشراك ولي الأمر مع المعلم في الصف الأول الابتدائي. يعني حتى يكون العمل تكاملي لابد أن يكون المعلم مع المنزل يعني بيد واحدة في تعليم هذا الطفل. كانت فعلا ناجحة، احنا نطبع المذكرات ونرسلها لولي الأمر يتابع معنا فيها، ونحن أيضا نتابع هذه المذكرة داخل الفصل. هذه من التجارب الشخصية اللي أنا نفذتها خلال مسيرتي التعليمية. شعار يوم العالمي للمعلم لهذا العام هو المعلم الذي نحتاجه للتعليم الذي نريد. الأستاذ عبد الله خميس من خلال رؤية شخصية
ما هي مواصفات المعلم الذي نحتاجه؟ من هو المعلم الذي نحتاجه؟ وما هو التعليم الذي نريد كولي أمر، كمهتم، كخبير تربوي؟ نحتاج إلى المعلم المبتكر، المعلم اللي مجدد دائما في عمليات التعليمية، في طرق التدريس، في وسائل التعليمية. نحتاج إلى المعلم أن يكون قدوة، فالأزمة الآن ليست أزمة معلومات وإنما هي أزمة قدوات. هذا المعلم الذي نحتاجه في هذا الزمن. أما بالنسبة للتعليم الذي نريد، تعليم يعني إلكتروني يكون، نحتاج أن يكون تعليم الذكاء الاصطناعي. أيضا نحتاج إلى المهارات التي نعيشها الآن أن تكون من ضمن المناهج، والآن بدأت الوزارة أصلا تسعى في هذا الشيء، ونتمنى بإذن الله تعالى أن نحقق ما هو مطلوب منا بإذن الله تعالى. ختاما، هذه وقفة من الإعلام والاتصال تقديرا لجهود الزملاء والزميلات، نؤمل أن حملت خطوة جيدة في سبيل تطوير رحلة النجاح للمعلمين والمعلمات. شكر خاص لسعادة مدير التعليم محافظة المخوات الدكتور علي بن محمد الجالوق على دعمه. تحية تقدير وفاء للإخوة في مكتب التعليم بقلوة، على راسهم الأستاذ علي العويفي لإتاحة فرصة هذا اللقاء. شكري وتقديري لأخي الأستاذ عبد الله خميس ولفريق العمل في مدرسة ابن باز الذين أتاحوا لنا فرصة هذا اللقاء مع أحد معلمينا المتميزين، مع الوعد بأن تكون هذه النافذة 8 في 3 محطة من محطات التميز الدائمة، من خلالها نستطيع أساليب تميز الزملاء والزميلات الراغبين في الظهور معنا عبر هذه المساحة. شكرا لكم.